وسهلا بكم في جولة بودكاست على قناة الحقيقة. في معيتنا اليوم شخصية مثيرة للجدل. الناس دي السياسة والعفن حقهم ده مدخلنا في أي محل، مدخلنا في الكورة، مدخلنا في الجامع، مدخلنا في أي محل. الناس دي خاشين في أي محل. يحتكروا الثقافة. تراث بقول لك ده تراث شاد. أنا شاد. ده متابع للساحة السياسية. بتفضل شنو؟ أنت بتفضل حكم فيدرالي ولا حكم جمهوري؟ أنا والله أستاذ أي زول بعد يلقى حقه بس في البلد دي أي ناس تحكم نفسك. الشعور العام كان شنو يعني؟ لما الطيران أول قصف جوي بتاع طيران كان الشعور شنو؟ هل الناس دي خافت؟ كان ثبات الله ما أشكر لك الناس، لكن شباب كانوا شباب ثابتين. هي ما دبابات في النهاية مارقة من المعسكر بتاع الباقر، وسي هي ظاهرة حاليا حرقانة في المعسكر. ما عندك فكرة دبابات وقفوها بعربات كروزلات ولا وقفوها بشنو بالضبط؟ بعد صعدناهم بس رصعناهم والله بكلاشات بس. رايك شنو؟ اقسم بالله بكلاشات بس. لما جينا سالناهم قال الجيش البدء الدواسه اول طلقه فكاه الجيش طلق الدبابه. الاشياء لسه ساكنين في الشوارع دي، الناس دي بيتعاملوا كيف مع المواقف بتاعت الحرب دي؟ لما الناس يكونوا خاشين معركه بيكون شعورهم كروراك بس شغل ده كروراك والله كروراك.